انت اخواني اكيد. انا معرفش ده جد ولا هزار. بس انا الحمد لله كان عندي الفرصه ان انا اقرا الاناجيل الاربعه القانونيه، متى ومرقس ويوحنا وغيره، والاسفار، التوراه، التكوين والعدد والتسويه والتثنيه وبرده وغيره. وغير كده قريت برضو افكار لحسن البنا وسيد قطب. بحكم الدراسة اتعمقت أكتر برضو في فكرة التصوف والفرق بتاعة التصوف والأفكار وغيره، والفرق الشيعية الإسماعيلية والإثنى عشرية وغيره والحاجات دي كلها. بس في الحمد لله الحمد لله في الآخر أنا بتبع دين الله الواحد على الشريعة الإسلامية بالطريق السني. ففكرة إن أنا إخوان، أنا معرفش هي الفكرة بتاعتها إيه بالظبط، سواء كانت اعتقاد أو جماعة. فأنا مختلف أولا وآخرا وكل ده مع المصطلح. ربنا بيقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة. فاحنا لما نيجي نقول جماعة الإخوان المسلمين يبقى معنى كده إن غير الجماعة دول مش إخوة، مش إخوان. ما أنا مؤمن وغيري مؤمن، فأنا من الأول مختلف مع المصطلح، فبالتالي مش هكون متعمق أكتر. ومش كل واحد يبقى في تركيا أو طالع من تركيا يبقى ليه علاقة بالإخوان. خلاص تركيا دلوقتي بتعمل كده للإخوان يعني. ف بس